السلام عليكم. تصريح خطير من بيتسو موسيماني يفاجئ به الأهلي بعد التتويج بالدوري، ويشيد بصفقة إمام عاشور ويسخر من الزمالك ومرتضى. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد احتفال الأهلي بلقب الدوري الثالث والأربعين في تاريخه بعد مباراته مع حرس الحدود، فقد صرح مدرب الأهلي السابق بيتسو موسيماني وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة أفريكا سبورت، وقال: بطولة الدوري العام هي البطولة الوحيدة التي لم أحققها مع النادي الأهلي، وخسرتها في مناسبتين لصالح الغريم الزمالك. وسأله الصحفي: هل ندمت أنك تركت النادي الأهلي؟ فرد وقال: في البداية لم أندم، ولكن عندما شاهدت الأهلي يفوز بكل البطولات وأحرز هذا الموسم 5 بطولات، فبالطبع ندمت عن قراري بمغادرة النادي الأهلي، فهذه هي غلطة عمري. ولقد ذهبت لتدريب الأهلي السعودي، ولقد خانوني بعد ذلك بعد أن تأهل الأهلي السعودي إلى الدوري الممتاز، فجميع الإنجازات التي حققتها مع النادي الأهلي. فناجتني بعض العروض من نادي الزمالك، وأنا رفضتها على الفور، لأن هناك فروقات شاسعة بين الأهلي والزمالك، وأعتقد أن الأهلي سوف يفوز في جميع البطولات الموسم القادم، وخاصة دوري السوبر الأفريقي. وأعجبني جدا فكرة التعاقد مع إمام عاشور لاعب الزمالك. هذا اللاعب أعرفه جيدا، فهو من أفضل اللاعبين في مصر وإفريقيا في مركزه، ولديه إمكانيات عديدة منها التصويب على المرمى، وأتذكر أنه أحرز هدفا في مرمى الأهلي بتصويبة صاروخية. فهذا اللاعب سيفرق مع النادي الأهلي في خط وسطه، وسيكون تعويضا للاعب حمدي فتحي، وهذه صفعة قوية للزمالك ومرتضى منصور. وفي النهاية، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.